السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات مطبخ ام البنات. ان شاء الله اليوم نبارطاجي معكم هاد الحليوات هادو كيف ما شفتوا معايا في الفيديو. كيجيو غزالين بزاف، كيجيو هشاشين ورطبين وكيذوبوا ذوبان في الفم. كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. لاول مره كيشوف القناه يتابونا يفعل الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. متنساوش هي اللي جي من الفيديو البنات والبارطاج. عندي هنايا واحده الرابعه ديال المارغرين وجوج كيسان ديال السنيده بعبار ديال العنبه، وعندي واحد القبيصه ديال الملحه. صافي غادي نبدا ندخل هكا الزبده مع السنيده مزيان، نحاول انني نخدمهم. عاد فاش غادي نبدا نزيد هنايا الزيت. زدت الكاس الاولاني ونزيد هنا الكاس الثاني دائما بعبار، يعني العبار ديال الكاس العنبه. صافي ونحاول انني نخدم هنا الزبده مزيان مزيان حتى تولي لي على شكل البوماد. وضروري ما نخدموا الزبده هكذا بالكف ديال اليد، لان بالكف باش يعني تخدم لينا مزيان وتولي لنا على شكل ديال البوماد. قبل ما نزيد المقادير الاخرى، هنا الا خدمنا الزبده اي حلوه الا خدمنا الزبده مزيان كتعطينا واحد النتيجه اللي هي مزيانه. صافي هنا كما شفتوا معايا ولات على هذا الشكل هذا. غادي نبدا نزيد هنايا في البيض. درت الحبه الاولى والحبه الثانيه ديال البيض وغنزيد الحبه الثالثه ونعاود عاوتاني ندخلها ندخلو مزيان مع الزبده. ومن الاحسن ان البيض والزبده يكونوا بدرجه حراره المطبخ. الا كانت الزبده بدرجه حراره المطبخ والبيض كان من الثلاجه غادي يعني ملي تزيدوا البيض غادي تولي الزبده بارده وغتعذبكم في الخدمه ديالها. من الاحسن انهم بجوج يكونوا خارجين الثلاجه. صافي هذا هو الشكل ديالها كما شفتوا معايا. ملي خدمتها مزيان غادي نزيد هنايا واحد الكاس ديال الكوك. يمكن لكم تحمروا الا بغيتوا، يعني تجيكم يعني في بنه وحده اخرى ماشي بحال الا خليتوه هكاك بلا حمار. غادي نزيد هنايا هذا المكون هذا اللي كيخليها تجينا هشيشه بزاف، هي مايزينا. واحد المعلقه تكون كبيره عامره اولا النشا. وزدت هنا واحد جوج خنيشات ديال الخميره الحلوه ديال فئه 8 غرام. وهنايا عندي الدقيق غادي نبدا ندخل فيه بشويه بشويه. عندي هنا 900 غرام بالضبط، غتهزي انا 900 غرام، ولكن نتوما ما تضيفوش دفعه واحده على حساب حجم ديال البيض اولا على حساب النوعيه ديال الدقيق. من الاحسن تبداو تضيفوا بحال هكذا كما درت انايا بشويه بشويه. صافي وغادي نبدا نجمع. من الاحسن انكم ما تعجنوش هنايا هذا الخليط هذا، ما تعجنوش ملي تبداو تزيدوا في الدقيق، لان الا عجنتوه غادي يطلق لكم العجين، غيطلق لكم الزيت وما غاديش تعطيكم واحد النتيجه اللي هي مرضيه وتعذبكم حتى في الخدمه ديالها ملي تبداو تكوروا في العجين. انتم غتشوفوا معايا القوام ديال العجين كيفاش خاصو يكون. صافي هنا كملت 900 غرام كامله اللي كانت عندي. انتم شوفوا معايا القوام ديالها كيفاش خاصو يكون. خاصها تكون رطبه وفي نفس الوقت ما كتلصقش في اليدين. انا هنايا غادي نحاول انني نكور العجين كامل. عاد فاش نبدا نزين فيه. شفتوا معايا الحجم اللي درت انا هنا، درتها ما كبيراش بزاف في نفس الوقت ما صغيراش بزاف. الا درتوها نتوما صغار من هكذا غتعطيكم واحد العدد الحبات اللي كتر من اللي عطاتني انايا. انا تقريبا عطاتني واحد 110 ديال الحبات.
صافي انايا غادي نكمل على هذا الشكل هذا حتى غادي نكورها كامله. كما شفتوا معايا انا كملت هنايا وخديت هنايا اللاطه اللي دهناها بشويه ديال الزيت. يمكن لكم ديروا ورق ديال الطهي الا كان عندكم. وعندي هنا التبصيل فيه واحد 3 ديال المعالق ديال الكوك و3 المعالق ديال السنيده. صافي غادي نخلطهم وهما فاش غادي نفند هاد الحليوات هادو. نبدا نفند على هذا الشكل وشويه نجلس عليها هكذا شويه بسميتو باش بحال كنقرصوها واحد شويه وصافي. صافي غادي نبدا نبعد بيناتهم لانها مازال غادي تنفخ وفي الفران لان مديرين فيها 2 ساشيات ديال الخمارات. وانا ملي بديت نفند هكذا ورشان فيها شعلت الفران خليته يسخن من الفوق ومن التحت. صافي انايا استعملت هاد المرشم هذا كما شفتوا معايا. هادو يلا خارجين تقريبا غير هاد العام هاد المراشم اللي يكون فيهم هكذا جوج نقشات من يعني كل جهه فيها نقشه. صافي انا اختاريت هذيك ديال الشهده وغادي نبدا ندوزو هكذا في الدقيق ونبدا رشان في هذيك الحليوات اللي عندي كما شفتوا معايا. ها هو يعني رشمه ديالها. صافي انا غادي نكمل على هذا الشكل هذا كما قلت لكم. انا الفران راني درتو كيسخن وغندخل اللاطه من الفوق والعافيه تكون غير من التحت الفوق. غادي نطفي عليها العافيه. صافي غادي نخليها حتى تحمر ليا من التحت وتبدا تحمر من الجناب. عاد نشعل عليها من الفوق باش تاخذ لي داك اللون الذهبي. انا راه درت 2 لاطات كبار على داك الشكل وزدت لاطه واحده اخرى صغيره. هي اللاطه صغيره باقا كاع ما يلا خرجتها من الفران باقا كاع ما بردات. صافي غادي استفتها هكذا في هاد التبصيل باش تشوفوا الشكل النهائي. يمكن لكم تزينوها بالخطوط ديال الشكلاط ابيض ولا اسود كما بغيتو اولا تغمسوها في النص ديالها في الشكلاط سواء ابيض ولا اسود وتزينوه بشويه ديال الكوك ولا تزينوه بشويه ديال الكاوكاو ولا لكم الاختيار. انايا اختاريت انني نخليها هكذا عاديه لشرب اتاي في العشيه او قهوه. خاصة حنا على أبواب عيد الكبير أو عيد الأضحى ضروري من حليوات بحال هذا الشكل هذا. كما شفتوا معايا راه كتجي هشيشة بزاف كتذوب في اليد قبل ما الفم. كنتمنى أن الفيديو ينال الإعجاب ديالكم وأنكم تبارطاجيوه مع الأصدقاء وفي المواقع التواصل الاجتماعي علاش لا باش تعم الفائدة. وما تنساوش يا لي جيم البنات الفيديو. إلى فيديو آخر إن شاء الله.